الله تعالى وبركاته متتبعين قناتي وقناتكم إلهام أم إسراء. مرحبا بالمتتبعين القدام ومرحبا بالمتتبعين الجدد اللي غادي يصادفوا هذا الفيديو واللي غادي يدخلوا واللي كان نطلب منهم فضلا وليس أمرا إلا بغاو يتوصلوا بكل ما هو جديد بخصوص قناة إلهام أم إسراء يضغطوا على زر الاشتراك باش يتوصلوا بكل ما هو جديد ويفعلوا الجرس. وكذلك إلا تعجبهم الفيديو يدعمونا باللايكات وبالتعاليق الزوينه بحالكم. الموضوع ديال اليوم صراحه موضوع رائع 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 رائع. درت لايف اللهم لك الحمد وهضرت على هذا الموضوع هذا، فقررت انني نهضر عليه في فيديو خاص لان موضوع كيستاهل اننا نهضروا عليه ونديروا ليه فيديو خاص، لان كاين العديد والعديد والعديد من النساء ومن الفتيات ومن كذلك النساء اللي كتكون في منازل ديالها اللي كتعيش هذا الموضوع اللي غادي نهضروا عليه اليوم ان شاء الله يا ربي، ونخرجوا مفيدات ومستفيدات، وما كتلقاش الحل او ما كتقدرش تلبوح العائله ديالها او جارتها او الى اخره، فكتكتفي بالكتمان. ولكن ان شاء الله الى دخلت لا فيديو او صدفات لا فيديو فاكيد غادي تلقى الجواب ديال هذا الموضوع اللي غادي نهضروا عليه اليوم ان شاء الله يا رب العالمين. بسم الله على بركه الله. العديد منا تقدر تكون انا، تقدر تكوني انتي، تقدر تكون جارتك او اختك، او تكون وحده من العائله ديالك، او وحده ما كنعرفوهاش، بصفه عامه بين قوسين وحده من النساء. فهذا الموضوع هو موضوع كنهضروا دائما بهاد النقطه او بهاد الكلمه ديال ما عنديش الزهر. هاد الكلمه كنسمعوها بزاف. علاش هي عندها الزهر وانا ما عنديش الزهر؟ علاش هي خدامه وانا ما خداماش؟ علاش هي عندها الزهر عندها السياره وانا ما عنديش؟ علاش هي عندها الزهر وتزوجات رجل يعني قادر يعيشها حياه الرفاهيه وانا ما عنديش؟ علاش هي عندها الزهر و الى اخره. هاد الزهر اللي بين قوسين اللي كندخلوه في العمل، في الزوج، في الملابس، في الشقه، في الحياه الزوجيه، في الحياه السعيده. فهاد الزهر اللي كنهضروا عليه هو الموضوع ديالنا ديال اليوم. هاد الزهر العديد والعديد والعديد من النساء اللي فيما كتنوض كتقول انا ما عنديش الزهر. علاش هذيك احسن مني؟ علاش هذيك عندها؟ علاش انا ما عنديش اللي عندها؟ علاش هذيك عايشه ديك الحياه بالسياره وعايشه حياه سعيده، راها خارجه مع الزوج ديالها وكتضحك، راها فاتحه السياره ديالها وغادي تنطلق وكتضحك، وعلاش انا ما نكونش بحالها؟ علاش ما يكونش عندي داكشي اللي عندها و الى اخره؟ علاش حيت هي عندها الزهر وانا ما عنديش. هاد الجمله كتقولها العديد والعديد من النساء اللي تيقولوا وكيكتفيوا بان عندها الزهر وهي ما عندهاش. هذا هو مربط الفرس. فاليوم في هذا الفيديو هذا جيت نقول لك اختي اولا بصفه عامه جميع النساء اللي كتقول شوفي هاديك كي كتضحك، شوفي هاديك عندها السياره، شوفي هاديك عندها وعندها وعندها. فما يتغركش المظاهر. ربما هاديك اللي انت كتشري ليها بالاسبوع ديالك وكتتمناي تكون الحياه ديالك بحالها، ربما كتبينش لك يعني المتخبي او المستخفي عفوا، او داكشي اللي مخبي. كنحاول نبسط لكم باش تفهموا الميساج اللي بغيت نوصل لكم. ربما كتشوفوا يعني الخارج او المظاهر، ولكن هي في الداخل ديالها كتعيش حياه تعيسه. هذه نقط خصنا نكونوا عارفينها وفاهمينها. وربما انت اللي كتشري ليها بالاسبوع ديالك ربما كتمنى هي تكون تعيش الحياه ديالك انتي، الحياه اللي كتشوفها مليئه بالسعاده، الحياه اللي كتشوفها مليئه باللمه ديال العائله، الحياه اللي كتشوفها يعني مثال لها او قدوه او مثل اعلى اللي كتمنى تكون بحالك. ما نكونوش نحكموا على المظاهر. ودائما ما تقلليش اختي من راسك وما تصغريش من راسك، وما عمرك تقارني راسك بالغير. دائما اعطي قيمه لراسك وكوني انتي
قادره تكوني احسن من ديك الحاله، او ديك الاخت اللي كتشوفيها ناجحه في الحياه ديالها، قادره تكوني بحالها او تفوتيها بالنجاحات ديالك. طبعا الا بنيتي الثقه ديالك ورجعتي راسك ورجعتي الشخصيه ديالك، وقفتي كتقولي انا قويه، انا قويه، نعم، وقفي قدام راسك وقولي انا قويه وقادره نعطي وقادره ننجح وقادره نبدا باول خطوه وغادي نمشي بعيد. الا كانت عندك الطاقه وطردتي، طبعا كانت عندك الطاقه الايجابيه عفوا طردتي الطاقه السلبيه اللي غادي تدخلك لواحد البيت مظلم، اللي غتدخلك لواحد القوقعه او غتدخلك لواحد الدائره ديال الاكتئاب. ديما خرجي راسك من المقارنة بينك وبين الغير، ديما تكون عندك ثقة كبيرة في نفسك وتكون عندك ثقة كبيرة في نفسك، لأن لا جينا بدينا تنقارنوا أو تنقللوا من راسنا ونصغروا من راسنا، فأكيد غادي نبقاو حدا رجلينا كما كيتقال. فإلا شفنا بعيد غادي نشوفوا بعيد، الا شدينا غير اليد اليمنى اليد بصفه عامه ودرنا ليدنا هكذا يعني طولناها، غادي تبان لنا من الاصابع لحد الذراع، يعني غادي نشوفوا بزاف ديال الحاجات في الحياه. اما لا شدينا اليد او الكف ديالنا وحطينا قدام الوجه ديالنا، غادي يبانوا لنا الاصابع بخمسه فقط، وغيجينا كل شيء ساهل، او غادي يجينا ما نقدروش نوصلوا بحال دوك الناس اللي وصلوا. فتا حاجه ما كاينه بالسهل في الحياه، حتى حاجه ما كاينه سهله. فاكيد الا نضتي ونضلتي وخدمتي واجتهدتي وطردتي الطاقه السلبيه وعطيتي لراسك الطاقه الايجابيه، فاكيد غادي توصلي واكيد غادي تعطي، وتقدري تكوني احسن من هذيك اللي انت كتقارني راسك بها، واكيد غادي توصلي لداك الشيء اللي هي يعني محققه وكثر. وما نساوش الحاجه الاولى والاهم هي تكوني سعيده في الحياه ديالك، لان السعاده ما كتقدر بمال، والسعاده ما كنمشيوش للصيدليه وكنشريوها او كندخلوا للسوبر مارشي وكنشريوها. السعاده كتحس، السعاده كتعطى، السعاده احساس زوين كيحسك بالراحه، كيحسك بانك سعيده فوق الارض، كيحسك بانك ما كايناش شي وحده بحالك بالسعاده. فاعطي راسك قيمه، اعطي راسك قيمه، نعم، واجتهدي على راسك وخدمي على راسك وطردي الطاقه السلبيه ودخلي الطاقه الايجابيه. وتعلمي واحد النقطه مهمه، ربما هي تربيه، ربما عديد منا منذ الصغر تربينا في يعني ضمن العائلات المحافظه ديالنا اننا ما كنقولوش لا. تعلمي تقولي كلمه لا في الحاجه اللي ما تبغيهاش وما تعجبكش، ما ترضيش الغير وانتي يعني تعيشي يعني واحد الراي ديالك تشديه عندك وانتي عارفه بانك كتقولي الراي الخطا ماشي الصحيح. ما تقوليش لا، انا قلت لا هذيك السيده غادي تقلق، او لا قلت ليها هاد اللبسه ديالك راه ما جاتش معاك، غادي تقول لا هاد السيده لا ما بغاتش تقول، ما قالت لي هذا الراي ديالها حيت غارت مني. او مثلا جابت لك الوليدات ديالها وانت عندك رونديفو مع الطبيب، او عندك خارجه مثلا دايره بروغرام غادي تخرجي، وجات دقات عليك وقالت لك الوليدات ها هما ديالي خليهم عندك، تقول لها لا انا اليوم غادا خارجه، الله يجازيك بالخير علميني قبل ومرحبا و6000 مرحبا. تعلمي تقولي لا، تعلمي تقولي في الحياه ديالك لا. فبزاف منا ترباو يعني في ضمن الاسر ديالهم، ضمن التربيه ديال الوالدين، يعني ما كنقدروش نقولوا لا احتراما للوالدين ديالنا، احتراما للناس اللي تيكونوا اكبر منا سنا، ما تنبغيوش نطيحوا بالكلمه ديالهم منذ الصغر وكبرت فينا تربيه. فعديد وعديد من النساء تزوجوا وكل وحده والارزاق ديالها، لان الارزاق ديال الله سبحانه وتعالى، كاين اللي الزوج ديالها يعني ثري ومسك عليه الله، وكاين اللي الزوج ديالها حكمت عليه الظروف انه يسكنها يعني ضمن العائله ديالو، فلقات راسها بين عشيه وضحاها هزه مسؤوليه ديال عائله كبيره كتضمن اب وام واخت واخ واخوات وابناء صغار و الى اخره. فكبرات دخلات لهاد العائله وهي ما قادرش تقول لا، دخلات بهدف الزواج اللي كانت كتعيش وكتحلم وكتشوف الزواج بواحد المنظر بصوره الوان ورديه، انها حتى هي غيكون عندها المنزل ديالها وحتى هي غيكون عندها الكلمه ديالها وحتى هي غدير يعني تتعرف على الحياه بوحدها كما تعرفوا العديد ديال النساء. فكتتفاجئ يعني بحياه ما كانش متوقعاها او ما كانش في الاحلام ديالها.
وهذا طبعا لان الزوج اللي بغات او الزوج اللي كتب عليها الله دخلها في حياه من غير الحياه اللي كانت رسمها، حياه فيها عدد اشخاص كثار وهي ما محملاش المسؤوليه ديالهم لان هي مزوجه بالزوج وليس بالعائله ديالو. فهذا واحد من الاسباب اللي غادي يخليك ما تقوليش لا. فكتكون دائما الام ديال الزوج هي اللي كتكون كتعطي الكلمه في الدار بما انها هي مولاة الدار، وهذيك كتبقى غير مرت ولدها. فمي كتقول لها نوضي ديري صبني سخري جيبي فعلي، ما كتقدرش الزوجه تقول لا. علاش؟ لان الزوج مسكنها مع الاسره ديالو، كتقول لا قلت لا ربما يطردوها او ربما الزوج ديالها يغضب عليها ويطلقها. فبزاف ديال النقط كنعيشوهم في الحياه ديالنا اختي العزيزه. تعلمي تقولي لا، تعلمي يكون عندك الراي ديالك الخاص، تعلمي انك تقولي واحد الحاجه اللي غادي تخليك مرتاحه داخليا. ما تعلميش ما تعلميش مثلا انك تهزي الهم اللي غادي تقولي لهم خصني نقول لها هاد الحاجه باش ما تقلقش. لا لا لا، تقولي الحاجه اللي انت راضيه عليها واللي هي تقبلها. ان تيقولوا الفكره تناقش والراي يحترم. لازم تحترم رايك كما انت تحترمي رايها، لازم دير لك الحسبان كما انت كديري لها الحسبان. او لمي كتنوضي انت مثلا يجيو واحد الضيفان كتار، واحد الضيفان كتار، وكتنوضي توجدي تدخلي للمطبخ وطيبي وتوجدي وتجري وتجاري، ومن يجيو داك الضيفان كتبقاي انت بحال الخادمه غير تهزي وتحطي. عطي قيمه لراسك، عطي القيمه لراسك تنتي اختي العزيزه، وغتكوني مرتاحه لا طبقتي هاد الشيء اللي تنقول انا اكيده. النهار يجيو عندك الناس لبسي تنتي واحد القفيطين ديالك وتنتي ديري واحد الماسكات ديالك وتنتي جلسي في الوسط او في داخل البيت والصينيه قدامك وانتي تتكلمي وانتي تعطي تنتي الاراء ديالك، وما تخليش مثلا الام ديال الزوج هي اللي تهضر وانتي غير كتسمعي وكتشوفي او ما قادرش تهضري لانها هي الام ديال الزوج. لا، خاصك تنتي تهضري وتتكلمي وتعطي الراي ديالك لانك تنتي عندك شخصيتك وتنتي جيتي من واحد العائله اللي كبروك وقراوك ووصلوك. لان دوك الناس تا هما من جاو تزوجوا يعني زوجوا ولدهم بك وجابوك لعندهم للدار اللي فرضات عليك الظروف والحياه انك تعيشي معاهم، ماشي باش تسكتي وباش اللي بغاوها هما هي اللي تكون واللي داروها هما هي اللي تكون. لا، تنتي عندك رايك، تنتي تقدري تهضري وتجاوبي وتقولي كل حاجه اللي غادي تقولي، طبعا من باب الاداب ومن باب التربيه ديالنا اللي رباونا الوالدين ديالنا. غير وكان ماشي تسكتي او تقولي شي حاجه اللي ضد الفكره اللي عندك داخليا، باش تكون عندك الشخصيه قويه وباش تنتي يديروا لك الحسبان، وهكا كوني اكيده انك غتكوني مرتاحه نفسانيا. فمن تقول لك مثلا ام الزوج نوضي صبني وديري وديري وديري، غتقول لا الله يجازيك بالخير هادشي كتير عليا، نتعاونوا مرحبا، ماشي واخا ادي ديري هادي ديري لا لا ثم لا ثم لا. بزاف هادشي ديال النساء تيعيشوه، بزاف هادشي ديال النساء تيعيشوه ساكتين، ومن كيمشيو لعند الوالدين ديالهم اش كيقولوا لهم؟ تيقول لها صبري صبري، كترجع هي لدار الزوج ديالها وكتبقى في داك الصبر ديالها. واش من غادي طيح لك طرف من صحتك؟ واش غيجي الصبر غادي يزيدوه لك في الصحه ديالك؟ هي حنا كنصبروا على بزاف ديال الحوايج الحمد لله، حنا في اكبر مدرسه هي الحياه، والصبر راه باب من ابواب الجنه. فلهذا الصبر نصبروا في بزاف ديال الحوايج، ولكن ما ندخلوش الصبر في شي حوايج اللي ما خصناش ندخلوا فيهم الصبر. كل حاجه خصنا نحطوها في مكانها. فمثلا من غتجي البنت وغادي تدخل مثلا او الزوجه عند العائله ديالها وتقول لهم هادوك الناس اللي انا تزوجت بيهم راني عييت، راني وليت كنهز مسؤوليه اكثر من مسؤوليتي، راني ولاو كيعطوني عبء ديال الشغل و فدوك الوالدين حتى هما ولا دوك العائله ديالها ما يقولوش لها صيري صبري، الا غادي يديروا واحد النهير وغادي يجيو عند دوك العائله ويجلسوا معاهم ويهضروا بالتي هي احسن، غادي يهضروا بالتي هي احسن، غادي يقولوا بان هاد البنت راها بنتكم، كيف كتعاملوا مع بنياتكم تعاملوا معاها وحده منكم، وراها غادي تجيب وليدات لولدكم يعني وليداتكم، وغادي تكون وحده منكم. فنراعي الله سبحانه وتعالى في بزاف ديال الامور. فكما نبغيو لبنياتنا نبغيو لبنيات الناس، فكما هذيك السيده مثلا من غادي يجي الخطاب البنت ديالها، غادي كنهضر على الام الزوج مثلا، من غادي يجيو الخطاب لبنتها راه اول حاجه كتنطق كتقول له شوف بنتي سكنها ودير لها دارها. علاش
بنتك بغيتيه يسكنها ويدير ليها دارها ويخرجها ويبرعها وتشرطي عليه الشروط، وبنت الناس اللي جات عندك مرت ولدك علاش ما ديريش معاها بحال هكا؟ علاش وانا تعامليها ولو معامله وحده بما يرضي الله، انها كتعيش معاكم في دار وحده، بانها راه ولدك جاب لك زوجة ابن وليست خادمه عندك في المنزل. هاد النقط وهاد المشاكل راها كاينه في الحياه بصفه عامه. هاد الموضوع بصفه عامه تيعانيو منه العديد والعديد والعديد ديال الزوجات، وما لاقيينش فين يحكيو. كيمشيو عند العائلات ديالهم وتيقول لهم صبري، كترجع كتكمل المسيره ديالها، كتبدا حتى انها بزاف ديال الحوايج ما كتلقاش فيهم الحريه ديالها، ما كتلقاش حريه الراي، ما كتلقاش حريه التعبير، ما كتلقاش تقدرش تقول حتى لا انا ما قادراش ندير هادشي كله، او لا انا ما قادراش هادشي ما كنتش كنديرو في دار والديا. نحشومه هادشي خصنا حنا نوعاو به. حنا كأمهات الغد ان شاء الله وليداتنا من غادي يكون عندهم ازواج ويجيبوا منا غنتعاملوا مع البنيات ديال الزوجه ديال الابن ديالنا كانها بنتنا، نعتبروها ابنه ديالنا. حشومه هادشي هذا اللي كنشوفوه، وحشومه لبعض الامهات اللي كيزوجوا ولادهم وكياخذوا الزوجات الابناء ديالهم كانهم خادمات وليست زوجات. كتولي الام كانها جالسه وكتامر وكتناهي، كان هذيك السيده جابوها ما نعرفت منين، مسكينه كانها خادمه. هادشي مع احترامي لجميع الخادمات، تحيه لجميع الخادمات اللي تيخدموا يعني بعرق كتافهم، وامهات يعني اللي كيناضلوا ويجتهدوا ويوصلوا لوليداتهم لاعلى المراتب ولله الحمد. راه هادشي تنشوفوه في الحياه ديالنا. هذا موضوع بصفه عامه. تقدر تكون انتي، تقدر تكون جارتك، تقدر تكون بنت عمك، تقدر تكون وحده من العائله ديالك، تقدر تكون وحده اللي ما تنعرفوهاش وغادي تدخل لا فيديو. هذا موضوع معاش. انا في الحفل اللي درت اخوات كتير كانوا كيتجاوبوا معايا وتيقولوا لي هذا الشيء كاين. هذا هو اللي جعلني باش ندير هاد لا فيديو هذا. عطي لراسك قيمه، ما تصغريش من راسك، ما تقلليش من راسك. الا الزوج ما قادرش يوفر لك مثلا البيت ديالك او لا مسكنك مع دار الوالدين، فماشي اي حاجه يقولوها لك تقولي نعم. تعلمي تقولي لا، لا هادشي كتير عليا، هادشي ما نقدش. تعلمي تنتي تقولي الراي ديالك، ما تخليش الناس اللي يقولوا الاراء ديالهم وانتي جالسه كمستمعه. تنتي عطي الراي ديالك وفرضي الوجود ديالك، فرضي الوجود ديالك باش حتى هما يديروا لك الحساب ويديروا لك الاعتبار. لان لا بقيتي غير ساكته وبقيتي تقللي من راسك وتصغري من راسك والعيش الغير على يعني الغير يعيش يعني سعيد على حساب التعاسه ديالك. لا ثم لا ثم لا. وقفي قدام راسك وقوي راسك وشجعي راسك. هذه حياتك، هذه الطريق انت اللي اختاريتي، ما غادي يعيش معاك حتى شي حد. فلا مرتي ولا طرات فيك شي حاجه راه ما غادي حتى واحد ما غيجي في بلاصتك. فاكيد انت اللي غادي ديري قيمه لراسك، وانت اللي غادي ديري المكانه في المجتمع لراسك. الا كنتي في هاد الوضعيه، حنا اختارينا هاد الموضوع بصفه عامه، وهاد لا تقوليها في جميع البلايص اللي كتمشي ليهم. يعني اي حاجه انت ما قابلاهاش او رافضاها ما تقوليش نعم. لا غتقلقي الا قلت ليها لا، لا بالعكس. لا تعلمي تنطقي لا، تعلمي تخرجي لا، تعلمي تقولي لا، ماشي نعم 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 كما تنقولوا بالمغربيه. علاش غتقلق؟ لا غنشد ليها الخاطر، لا قلت ليها لا غادي ما يعجبهاش الحال، لا قلت ليها لا غادي تقول واقيلا لا. قولي رايك وما تسوقيش شنو غادي تقول هي، ما تفكريش شنو تفكر كيف ما بغات. المهم انك انت تعرف الراي ديالك، انك رافضه ديك الفكره. هذا هو الموضوع ديالنا ديال اليوم. شخصيتك تقولي داكشي اللي تتحسي به بصدق، ما تقوليش يعني الضد ديال داكشي اللي تتحسي به باش ترضي الغير. شخصيتك تكون قويه، شخصيتك تقولي داكشي اللي تتحسي به، ديري مكانتك، ديري تنتي رايك قدام الناس وقدام المجمع كيف ما كنتي وفين ما كنتي. ما نديروش الحسبان للغير. دائما نحاولوا نغيروا من ديك التقاليد اللي كنا كنعيشوا هذا شحال، ونحاولوا نغيروا من هذه القضيه ديال ان كاين شحال من وحده مسكينه اللي عايشه حياه تعيسه ومبنيه على سعاده الغير، وهي عايشه اتعس وحده كتحسب راسها فوق الارض، لانها كتشوف ديك الحياه اللي كانت كترسم ما وصلتهاش وبقات غير في الاحلام الورديه اللي كانت كتحلم. فقادره انك ديري السعاده ديالك وترسمي طريق السعاده وتعيشيها.
طبعا الا غيرتي من شخصيتك، طبعا الا فرضتي الوجود ديالك، طبعا الا طردتي الطاقه السلبيه ودخلتي الطاقه الايجابيه، وكذلك حسيتي براسك انك تنتي راكي تنتي عندك ما تعطي وعندك ما تقولي وعندك شخصيتك وعندك رايك، وما تسوقي حتى لشي حد. اللي بغات تقلق تقلق، المهم انك تعطي الراي ديالك الخاص وتجاوبي وتفرضي شخصيتك، والحاجه اللي ما تقدريش عليها ما ديريهاش وما نديرهاش، والحاجه اللي غادي نديرها واللي غنقدر عليها لا اله الا الله عليها كما كيتقال. هذا موضوع كيعيشوه عديد والعديد والعديد من النساء، وما قادرينش، ما عارفينش الجواب. دائما تخوفين، الا قلت غادي الزوج يطلقني، الا ولكن داك الزوج راه من غادي تجلسي معاه وغادي تحاكي معاه بما يرضي الله، انك تا هذيك الام ديالو اللي كتفرض عليك السلطه اولا كتعامل معك كانك خادمه، راه حتى هو من غادي يشوف هذاك الشيء وغادي يفهمو راه ما غيعجبوش الحال، لانك تنتي راكي الزوجه ديالو وراكي تنتي غادي تنجبي له الابناء وتنتي خصك تربيهم تربيه صالحه، فلهذا خصو يحافظ عليك بما يرضي الله. فهاد النقط هذه يعني غنحاولوا نطرقوا لهم، يعني كل وحده كتعاني او عايشه هذا الموضوع هذا اللي ذكرت غادي تجلس مع الزوج ديالها وطبعا تفرض الشخصيه ديالها، وما تبقاش كما تنقولوا العتبه ديال الدار اللي ما تخطاها يعفط عليها بهذا المفهوم هذا. كبري الشخصيه ديالك وقويها وتعلمي تقولي لا، لا اي حاجه لا، شخصيتك قويه. فشحال من وحده كتكون عايشه في مناصب وما قادراش تقول لا. حنا خدينا هذا الموضوع ديال الزوج اللي كيعيش الزوجه مع العائله ديالو يعني كموضوع، فكاين مواضيع كثيره وكثيره وكثيره وكثيره. فتعلمي شخصيتك تقولي لا وتقوي شخصيتك وحاولي ترضي راسك هو الاول. واحد الحاجه اللي غترضيك وتعيشك في سعاده عفوا وتكوني مرتاحه داخليا هي اللي غديري. ما تحاوليش تفكري للغير، ان الغير ما غيفكرش ليك، فكري لراسك. الغير واحد النهار غادي يتقبل هذاك الشيء وغيعرف الشخصيه ديالك وغيولي يدير لك انت الحسبان. زائد انك تقدري توصلي وتقدري تعطي وتقدري تمشي بعيد وتقدري تحققي نجاحات كبرى الا كانت الطاقه وكانت يعني الاجتهاد وكانت يعني القدره، فاكيد غادي توصلي. فدائما تنقولوها وتنعاودوها، الحمد لله اللهم لك الحمد. كنجلسوا مع راسنا وكنحاولوا نتصالحوا مع راسنا وكنحاولوا نعطيو دائما كما كنقولها من حسن لاحسن وربما للافضل. كنتمنى هذا الفيديو هذا باش ما نطولش عليكم، اللي هو موضوع صراحه رائع وفيه الكثير والكثير اللي غادي يتعطى، ومازال غادي نهضروا في فيديوهات اخرين على مواضيع باش نخرجوا مفيدات ومستفيدات، باش جميع النساء اللي كيعانيوا من هاد المشاكل على الاقل الا ما عندهاش يعني فلوس باش تمشي لواحد البسيكولوج مثلا، تمشي عنده باش تهضر اولا باش تطرح واحد المشكل وتعرف شنو الحل ديالو. فبحال هاد الفيديوهات غيساعدوا كتير وغادي يعطيو طاقه ايجابيه، وغادي نحاولوا نشجعوا راسنا ونحسنوا من راسنا ونعطيو قيمه وقدره لراسنا باش غادي نمشيو بعيد ونحققوا نجاحات كبرى. وهذا هو المغزى وهذا هو المضمون ديال هذا الفيديو الرائع صراحه. هذا الموضوع ديال الزهر اللي بدينا به اللي تنقولوا ما عندناش زهر، وديال الموضوع ديال الزوجه اللي كتعيش وسط العائله ديال الزوج ديالها. كنتمنى نخرجوا بواحد الفكره اللي يعني هضرنا عليها في هذا الموضوع هذا، ونخرجوا مفيدات ومستفيدات. والى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وكنتمنى اللي دخلوا جداد وشافوا القناه ديالي وشاهدوا هذا الفيديو هذا يضغطوا على زر الاشتراك ويفعلوا الجرس باش يبقاو يتوصلوا بكل ما هو جديد. ولا عجبكم الفيديو اكيد باش تشجعوني ونعطي اكثر، تشجعوني باللايكات ديالكم وبالتعاليق الزوينه ديال بحالكم. وكنشكركم من هذا الفيديو هذا على تعاليقكم الزوينه وعلى الفيديوهات اللي لقاو نجاح كبير في 2023 وعلى لايكاتكم وتشجيعاتكم. وهذا هو اللي غيجعلني دائما نعطي من حسن لاحسن
ومن حسن الأحسن ربما الأفضل. وإلى فيديو قادم وموضوع رائع إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.